كفتة بالطحينة. طريقة سهلة خالص، انا هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا ربع كيلو لحمة مفرومة، ممكن تزودوا الكمية وممكن كمان تقللوها حسب الرغبة. عليها بصلاية صغيرة مبشورة، عليها رشة فلفل اسود، وكمان معلقة هريسة اللي انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو. المنكهات اللي عندي ملح حسب الرغبة وفلفل اسود ورشة جوز الطيب وكباب صيني اللي هو البهار الحلو. انا هقلب كل دوت مع بعضه. انا قلبتها كويس جدا، كل حاجه امتزجت عندي. هشكلها بقى يا اما كور يا اما صوابع حسب الرغبه. معلش انا مش قادره استخدم ايديا الاتنين عشان عندي تعبانه وعطلانه شويه. ممكن اعملها الشكل دوت. نيجي بقى للصينيه اللي هندخلها الفرن، هنرص فيها كده طماطم وبصل وفلفل وكمان بطاطس نص تحميره. دي حاجه اختياريه، في الوصفه الاصليه ما بيبقاش محطوط البوكيه دوت، بس انا حبيتها يعني عشان تبقى وجبه كامله. هرش عليها بس كده ذرة ملح وذرة فلفل وهقلبهم مع بعض. ابتدي ارص عليها الكفتة، وفي الاثناء ديت انا مشغله الفرن عليها مسبقا من قبل كده. هدخلها حوالي نص ساعة لحد ما نكمل صوص الطحينة. نيجي لصوص الطحينة نجهزه على بال ما الكفتة تستوي. عندي هنا فصين توم مفرومين. طبعا لو هتزودوا كمية اللحمة وكمية صوص الطحينة هتضاعفوا الكمية. عليها نص كوباية زبادي، عصرة ليمونة كبيرة، وحوالي ربع كوباية طحينة خام. المنكهات الملح عندي حسب الرغبة، وكمان رشة بصل بودر وتوم بودر ورشة بابريكا وذرة كمون صغيرة، واخر حاجة عندي رشة فلفل اسود. ونخلط كل دوت بمية سخنة. جهزت معانا كده، ده قوامها مش تخين قوي مش رفيع قوي. لما تدخل في السوا نحط بقى عليها الصوص ده. خليت عندي 3/4 سوا، مش قادره اقول لكم على الروايح. هنزل عليها كده بصوص الطحينه وارجع ادخلها الفرن تاني حوالي ربع ساعه كمان تكمل سواها. شكلها النهائي بعد ما استوت، عايزه اقول لكم طعمها وريحتها بجد تحفه. يا ريت تجربوها وتسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنشوفكم في صفحه تانية.